ايه الفرق بقى بين المينوكسيديل فوم والمينوكسيديل لوشن والمينوكسيديل جل؟ المينوكسيديل فوم هو افضل الانواع، وده بيستخدم لو كان الفروه فيها حساسيه او التهابات، او انت استخدمت اللوشن وعمل لك حساسيه او التهابات، لان ده من ضمن الاثار الجانبيه. وفي نفس الوقت لو ما كانش فيه مساحه كبيره عندها تساقط في الشعر او صلع. ولكن الفوم لازم تستخدمه يكون ايدك، لو انت هتستخدمه على ايديك تكون ايدك ساقعه او بارده، او اذا كنت هتستخدمه على غطاء او طبق او ما شابه ذلك لازم يكون ساقع مش سخن. ليه؟ لان لو سخن الرغوه هتسيح، فبالتالي مش تقدر تستخدمها كويس. يبقى اللوشن تستخدمه احسن، ولكن الفوم لازم يستخدم على مكان او سطح بارد عشان تحافظ عليه. وهي نفسها الازازه العبوه لازم تتحط في الثلاجه علشان تحافظ على الفوم يبقى قوي ويستخدم عادي ويتحط في فروه الشعر على طول. المينوكسيديل عامه سواء فوم او لوشن لازم يتحط على الفروه مش على الشعر. اللي بيتحط على الشعر ده يعتبر فاقد ليك، مش ليه اي فايده نهائي، فلازم تستخدمه على فروه الشعر. فبالتالي الفوم هو افضل حاجه واغلى حاجه، وبستخدمه عن طريق العبوه بتاعته حسب الاستخدام بتاعه برضو كل 12 ساعه او مرتين في اليوم. وبستخدمه في نص الشعر كده، وبعد كده ابتدي بصوابعي كده انشره على الاماكن او اخليه ينتشر كده على الاماكن الفاضيه. اللوشن باخد ملي في نص الشعر كده او على الاماكن الفاضيه، وبعد كده ابتدي بصوابعي اوزعه على الاماكن التانية مساج كده بصوابعي حركه دائريه. والجل نفس الكلام، ولكن الجل بستخدمه لو كانت المساحه محدوده، يعني في دايره مثلا زي الثعلبه او في حاجه معينه فالجل هنا افضل. لكن لو مساحه كبيره الجل مش هينفع معاك. وزي ما قلنا كل 12 ساعه ممنوع تستخدم اي حاجه للشعر في الفتره ديت. ولو عايز تستخدم حاجه او تغسل الشعر يبقى بعدها باربع ساعات او 6 ساعات علشان تحصل على احسن نتيجه. وان شاء الله بعد 4 شهور او 6 شهور بالكتير بتلاقي بالفعل الشعر كله اتملى، او الفراغات كلها اتملت شعر، وبقى مفيش تساقط ولا في صلع. سلام عليكم.